دي أسرع وأطعم فراخ مشوية ممكن تجربوها، بتتبيلة غنية جدا هتدوقوا طعمها في كل قطمة من الفراخ مع شوية جزر وبطاطس غرقانين في صوص الفراخ. تعالوا أقولكوا عملتها ازاي. بس قبل ما نبدأ تعالوا أكلمكوا عن المنتجات اللي استخدمتها في الوصفة دي، وهي من شركة ميرو، ودي تعتبر من أوائل الشركات المصدرة للعسل وزيت الزيتون، ودي شركة مصرية 100%. عندهم منتجات كتير من الصوصات والصلصات والمربات، وموجودين في معظم السوبر ماركتس. تعالوا بقى ندخل على وصفتنا الخطيرة. للتتبيلة هستخدم زيت زيتون ميرو، عسل أبيض طبيعي 100% من ميرو، هنضيف عليهم مستردة، عصير ليمون، توم مفروم، وكينج الوصفة هو الأعشاب الفريش. هحط روزميري وزعتر وكمان معلقة كبيرة من البقدونس، جنزبيل فريش عشان نعزز النكهات، ونتبلهم بملح وفلفل اسود ورشة قرفة. بس كده. أهم حاجة في تتبيل الفرخة إن احنا ندخل التتبيلة في كل حتة حتى تحت الجلد، وكمان نعمل فتحات عشان تمتص التتبيلة أكتر وأكتر، وبكده هتدوقوا طعم التتبيلة في كل قطمة من الفراخ. كمان عندي هنا خضار، اخترت البطاطس والجزر، بيكون طعمهم لذيذ قوي في الوصفة دي. تبلتهم بنفس تتبيلة الفراخ وهندخلها في فرن سخن على 180 حوالي ساعة الا ربع. وهنا سبت شوية صغيرين قوي من التتبيلة، هضيف عليهم صلصة ميرو خالية من المواد الحافظة وكاتشب ميرو، وهو ده الخليط اللي هندهن بيه الفرخة والخضار عشان ياخدوا اللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اوصف لكم جمال الوصفة دي، الفراخ دايبة دوب والخضار مستوي في صوص الفراخ، حاجة كده اخر مزاج. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا.